السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة يوميات صعيدية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله النهاردة فيديو روتين مع بعض. فيديو روتين هيكون من أول اليوم لآخره، تنظيفات كده العيد. نبدأ مع بعض كده بالفطار. فطرنا حاجة سريعة كده، شاي بلبن وبقسماط وكده، وقلنا ايه نبدأ وندخل على الجد. كنت عايزة اعمل حاجات كتير، اكترها اوضة الانتريه. اوضة الانتريه كانت عندي يعني تراب ما بعده تراب. فقبل بس ما نبدأ كده مع بعض ونشجع بعض في الفيديو، ما تنسينش بلايك وشير وفعل الجرس، دوس على كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك. بس ايه اهم حاجة تحط لي لايك. يلا كده بقى نسمي وندخل ايه نبتدي. اول حاجة عملتها ان انا كنت عايزة اكنس الاوضة بالبلكونة كنسة كويسة، عايزة اركب الستارة، وعايزة امسح المروحة والمع كده الحيطان، وعايزة المع الانتريه يعني تلميعة كده بقماشة نظيفة. وكانت حاجات كتير في الأوضة دي عايزة تتعمل. أكتر أوضة بصراحة بتبقى فيها التراب والضغط الأوضة دي. فأنا قلت أعمل إيه بقى؟ أول حاجة جبتها إن أنا قلت عايزة أغسل الشيش بتاع البلكونة وأمسحها مسحة كويسة، والأوضة أبقى مع نفسي، يعني أقفل البلكونة وإيه مع نفسي في الأوضة. فأنا كنت عايزة أوريكم بس كده لما يعني ابتديت إن أنا أحط مية. بصوا التراب والطين اللي نزل من المية يعني وكده في المية. فانا على فكره الشيش مش بعمله على طول كده، انا بنفضه تنفيض عادي، بس لي فتره فقلت اعمل كده عشان خاطر ايه لما بنكب عليه ميه على طول الخشب بيقشر. فبلاش تعملوه كده على طول يعني. لا ده انا يعني على عيد رمضان تنظيفات كانت عاديه، ولما كنت تعبانه وكده ما عملتش الموضوع الشيش ده ان انا اكب ميه عليه والكلام ده واغسله. فانا غسلته غسله كويسه وكده، ونضفت الجزاز برضو وكل حاجة، وقلت امسح ايه البلكونة مسحة كويس. بصوا كده نضفته، كان تراب كتير بصراحة. بس دخلت هنا البلكونة، بصوا المية مطلعة طين. انا عايزة اقول لكم كبيت مرتين 3 مية وانا مسح. فقلت اخلصها كده البلكونة، وبعد كده بقى ندخل ايه على الأوضة. اتشجعوا كده ويلا قومي ايه شوفي اللي وراكي في البدري كده، يعني عشان ما يحصلش ان احنا نزنق قبل العيد ويبقى ورانا بقى ضغط وكله مع بعضه. انا كنت غسل الستاير وغسل السجاد، وكنت يعني مخليه البيت يعني فاضل حاجات بسيطه فيه، بحيث ان انا ما اجيش مثلا قبل العيد بيومين 3 وابقى لسه هغسل السجاد واغسل الستاير والكلام ده كله. فانا اصلا مش هفرش السجاد كتير عشان الجو حر، هفرش بس اوضه الانتريه باذن الله كده مع بعض. هنعمل يعني برضو روتين، وهنفرش كده فرش العيد، وهنصور ليله العيد وكده باذن الله. وكل سنه وانتم طيبين. بس بصوا الميه بطين. البلكونه دي على الشارع بصراحه اكتر بلكونه بتتعبى تراب يعني وكده. بصوا انا عايزه اوريكم برضو بعد ما خلصت البلكونه دخلت على الاوضه، زعفتها زعيفه سريعه كده، كانت نظيفه بصراحه من الزعيف. بس طلعت اغسل ايه المروحه. بصوا المروحه يعني كانت تراب، وكانت اصلا مش جايبه هوا المروحه ان كان عليها تراب كتير. فمسحتها مسحه كويسه كده وغسلتها. بصوا بوريكم ان انا يعني نظفتها تنظيفه كويسه. وقلنا نعمل الحيطان مع بعض. برضو الحيطان اديتها تلميعه كده بالشرشوبه اللي هي بتاعه الحيطان، خليها مخصوص يعني الحيطان والكلام ده. بصوا هوريكم الفرق دلوقتي بين الحيطه اللي ملمعاها والحيطه اللي مش ملمعاها. بصراحة فرق شاسع يعني بصراحة. بصوا كده نطفت خالص وتلمعت الحيطة والتراب اتشال من عليها. والناحية التانية كانت بصوا الفرق كده هنا من هنا لما ايه مسحت يعني الحيطة والكلام ده. بصوا التلميع ان انا لمعته هنا ومية وكده، والحتة دي كانت لسه. وبرضو الكباس اللي هي بتاعت الكهرباء والكلام ده واللمبد وكده برضو مسحتها مسحة كويسة. ومسحت الديفليزر وركبت الستارة ولمعت الانتريه. وقلت همسح الارض مسحة كويسة واقفل ايه الأوضة دي، تبقى ان انا قبل العيد بيومين كده هديها تلميع على الارض وافرش الانتريه والسجاد ونخلي الاوضه زي الفل.
وايه والستاير انا ربطتها كده على جنب لغايه ما اخلص يعني تنظيفي. برضو الديب فريزر مسحته وتحت الكراسي دي مسحت، يعني خليت لكم الارض مسحت. انا كبيت ميه كب بصراحه عشان يعني مسحه كويسه بالمره، وقلت ايه قد كده قبل العيد تلميعه. بصوا كده هنا الجزء اللي هناك ده كده انا كنت مسحته، كنت خلصت، كان فاضل بس ان انا لمعت قدام الباب الاوضه كده ووريتكم الاوضه، لمعت الترابيزه ولمعت كل حاجه خليتها زي الفل. ف اهي الاوضه نطفت وبقت والله ريحه النظافه فيها، انا عن نفسي يعني بقيت مبسوطه بالنتيجه اللي عملتها في الاخر من الاوضه يعني. بس خلصت كده الاوضه، وقلنا ايه عندنا برضو لاني كنت لسه عايزه اجهز غدا، عايزه ارتب الصاله، وكان عندي ستار عايزه اركبها برضو في الصاله، وكان يعني معايا يوم بصراحه. فالاوضه بصراحه نطفت. بس دخلت هنا على الصاله، عايزه اقول لكم برضو عايزه امسح المروحه وامسح عندي الشباك بصراحه انا مش هكب عليه ميه لاني الشباك تحت الشارع وفيه عربيات والكلام ده وكده، فانا استكفيت بان انا لمعت يعني بالقماشه كده ومسحته. بس ما مرضتش يعني، وشلت الركنه برضو مسحت تحتيها وركبت الستاره وخليت الصاله زي الفل. مرضتش بصراحه اكب ميه كب على الشباك عشان الناس اللي تحتي يعني. بصوا كده الارض برضو كانت عندي مش نظيفه خالص تحت الركن، مع اننا حاطين الشاشه في الاوضه مش قاعدين، بس تراب يعني وكده. فانا شلتها وقلت اعمل الشباك واعمل امسح برضو الركن وركب الستاره ونلمع ايه كده الصاله تلميعه كويسه. بصوا عايزه اوريكم الركن، بصوا بفوطه مبلوله كده، وبجيت امسح الركنه واحط ايه الشلته بتاعتها والمخدات برضو كده. لو قلت برضو مش هفرش الركنه غير برضو ايه مع فرش الشقه النهائي، يعني الفرش النهائي هنفرش مع بعض وكده. هنعمل روتين تاني الفرش ايه العيد باذن الله، تجهيزات العيد والكلام ده. وان شاء الله طبعا برضو نعمل اكله مع بعض يوم الوقفه، برضو كان هيكون في صيام باذن الله. فنعمل اكل مع بعض وايه نعمل فيديو كده مع بعض ننظف الشقه واوريكم ايه الاكل والكلام ده. بصوا كده هنا الحامل ده بتاع الشاشه عشان انا حطاها في الاوضه، فقولوا لي رايكم ارجعها تاني الصاله، بس الصاله حر قوي يعني بصراحه، الاوضه شويه هاويه عن الصاله جو حر موت. فانا قلت اسيبها كده يعني الشهرين دول، وقبل المدارس كده او في المدارس ادخل الشاشه، اطلع الشاشه الصاله تاني. بصوا هنا خلصت، فضل تركيب الستاره ولمسحت الارض ولمعتها. بصوا خليتها زي الفل، الحيطان كانت نظيفه بصراحه مفيهاش اي حاجه، بس ايه لمعت الانتريه وكده. وهنا برضو كنت لسه بمسح الصاله الناحيه التانية، برضو قفلت الاوض عشان خاطر الميه ما تدخلش، لاني كبيت ميه كب بصراحه، مسحت مسحه كويسه محترمه، وقلت كده تلميع قبل العيد. بصوا كده خلصت نظفت هنا كل حاجه، فاضل ايه الستاره، قلت اركب الستاره بعد الغداء، يعني اعمل غدا وبعد كده اركب ايه الستاره دي بسيطه يعني. بصوا المطبخ طبعا انا كنت يعني قبلها بيوم بصراحه ما عملتش حاجه في المطبخ، يعني ما غسلتش مواعين وكده، مواعين الفطار والكلام ده. فانا قلت اشطب المطبخ عشان اقدر اعمل غدا، يعني لما المطبخ بتكون مشطبه الحوض وما عندكش مواعين تحس نفسك وانت بتعملي اكل مرتاحه. فانا قلت اشطب كل ده، واصلا كانت اغلبيه المواعين كوبايات، يعني كوبايه عصير، كوبايه ميه، عايزه برضو اغسل الكلمن واعبيه، عايزه ادي مسحه للارض كده للمطبخ. فشطبت المطبخ عشان خاطر اقدر ان انا اقف فيه، وبرضو قلت المع الارضيه كده تلميعه بسيطه واكمل. عايزه الناس اللي بتشوف يا ريت الفيديو بتاعي، يا ريت لو فيديوهاتي بتعجبكم تحطوا لي لايك وتكتبوا لي مثلا لو في اي يعني معلومه او كلمه عايزين تقولها لي تكتبوا له ايه في التعليقات. ويا ريت بالله عليكم ما تنسونيش بلايك، بتبخلوا لي عليا بلايك، اعملوا لي لايك. بصوا احنا هنعمل ايه الغدا. انا كنت هعمل مكرونه محمره وسلطه وبطاطس.
الحمد لله اكله كده سريعه وبسيطه والحمد لله يعني فضل ونعمه من عند ربنا اي اكل. فهوريكم انا طريقتي في المكرونه المحمره. انا بعد ما بحمر المكرونه، انا كنت حاطه البطاطس وحاطه ميه سخنه للمكرونه، بحط مرقه. بعد ما بحمر المكرونه بحط مرقه وبحط طماطمايه، بغسل الطماطمايه وقطعها 4 كده وبحطها مع المكرونه. ولما بحط الميه السخنه واسيبها تستوي بتدي كده طعم حلو للمكرونه، يعني بصراحه بتبقى جميله. هوريها لكم لما اغرف طبعا، وهي الطماطم بتدوب بسرعه فبتبقى حلوه في المكرونه. بصوا تحمير المكرونه، حطيت 2 مرقه عشان خاطر مش محتاجه ملح. 2 مرقه مع المكرونه، ما بحطش اي توابل تاني. فبصوا عايزه اقول لكم الطريقه دي بتحمير المكرونه تحفه، جربوها مش هتندموا يعني. بس قلت بس كده اسيب الطماطمايه واحط احط عليها الميه السخنه وهدي النار عليها واسيبها على بال ما البطاطس تحمر كده. اكون عملت برضو شويه سلطه ونتغدى. اكله سريعه وبسيطه لان اليوم ده كنت تعبانه فيه، فمش هقدر اعمل اكل يعني تقيل ولا كشري ولا الكلام ده كله. فعملت عملت المكرونه والبطاطس، والحمد لله يعني اكله حلوه، والاطفال بتحب المكرونات والبطاطس وكده. فانا حطيتها اهي. بصوا المكرونه، عايزه اقول لكم الطماطمايه دابت كده في المكرونه بتديها طعم حلو. وبصوا عندي برضو هنا طبق السلطه وطبق البطاطس. وقلت الحمد لله كده اكله يعني نتغدى وفضل ونعمه الحمد لله. بس خلصت كده، اشوفكم من باذن الله فيديو جديد، مع الف سلامه.